شريف. اخرسي. استر من عندك. في ايه يا امي؟ ايه اللي حصل؟ شفت النسيبه اللي احنا فيها؟ ايه اللي حصل؟ شفت جوز اختك المجنون عمل ايه؟ عمل ايه؟ جالي هنا بيتي وقال ايه؟ اللي في بطن اختك مش منه. ايه؟ هو قال لك كده؟ ايوه يا ابني، زي ما بقول لك كده، ده شاكك في عيالنا وتربيته. هو في قله ادب واهانه اكتر من كده؟ ازاي يسمح لنفسه بالشكل ده يتكلم علينا كده؟ الموضوع ده مش هيعدي يا امي. انا مش مصدقه اللي حصل. بنتي اكيد مظلومه. انا كمان مش هسكت. لا 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 لا، وانا كمان مش هسكت. انا هجيبه هدغدغه، هعرفه ازاي يتكلم على بناتنا كده. مش هي الجرة جابته وجه لحد هنا برجله، انا هكسر له رجل دي. اهدى يا ابني اهدى، لا حول ولا قوه الا بالله. ايوه. انت هبل، انت عبيط يا عم ولا ايه؟ انت رجلك ازاي تجيبك لحد بيتنا وتتهمنا في شرفنا؟ اهدى، انا اهلي موجودين جوه، مش عايز فضايح. انت عارف انت كنت بتتكلم على مين؟ صدقني اللي انت بتعمله ده غلط، مش في مصلحتك. اهلي محدش يعرف منهم اللي حصل. هتعامل معاك بالعقل وهمشي معاك قانوني وهندمك على اللي انت بتعمله ده. هوريك كل حاجة بعينك. اهدى، ما تبقاش غلطان وتجيب الحق على غيرك. دي اللي انت هتوريهولي. هي فين يا امي؟ اهدى يا ابني اهدى اهدى، وطي صوتك اهدى. الراجل طلع ما بيخلفش. يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. عرفت ان انت في فضحتنا. هي فين؟ اهدى يا ابني اهدى يا ابني، خد يا ابني، اهدى يا ابني اهدى يا ابني. اصحى يا بنت. في ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ قولي لي ايه ده؟ اهدى يا ابني اهدى واستهدي بالله. تعالى بس كده. اهدى ازاي يا امي؟ طب بس تعالى معايا. تعالى بس كده يا امي. مصطفى التحاليل مصطفى مش افتح يا حقيقية. مصطفى. بس مصطفى افتح. اختك يا مصطفى، اختك يا مصطفى، افتح يا مصطفى. افتح يا ابني حرام عليك، افتح يا ابني. لا. افتح اختك يا مصطفى. لا اكيد في حاجه غلط، والله العظيم في حاجه غلط. غلط ازاي؟ غلط ازاي؟ انت جبت لنا العار. مصطفى اختك يا مصطفى حرام عليك. يا انا مش هسيبك. سيبني يا مصطفى. يا ابني افتح يا ابني حرام عليك، افتح افتح يا ابني. يا امي البت دي ما تخرجش بره البيت. البت دي حطت راسنا تحت الارض، كسرت عيني. هحط عيني ازاي في عين الراجل ده؟ قوليلي. كنت عايز اسالك سؤال، هو ده حصل ازاي؟ هحكي لك. كنت قاعد انا وهي من فترة قريبة، مالك وفجأة شكلك مش مرتاح. مصطفى انا عايزه اقول لك على حاجه مهمه. حاجة مهمة؟ حاجة ايه؟ انا حامل. حامل؟ حامل. حامل ازاي؟ مصطفى احنا متجوزين، ايه اللي حامل ازاي؟ ايوه ما انا فاهم اننا متجوزين، بس انت فاهمة انا اقصد كويس. دي إرادة ربنا. هو انت مش مصدقني؟ كده انا مؤمن بإرادة ربنا، انا بس اتفاجأت، عايز اعرف ازاي. وانا بتكلم مع اختك كانت متوترة ومش على بعضها، وده اللي خلاني لأول مرة اشك فيها في بالشكل ايه يا ده. مصطفى؟ انت كده هتخليني افهمك غلط.
انا هتصل لك بالدكتوره عشان تتاكد. حط الموبايل مكانه تاني عشان دماغك ما تروحش بعيد. انا كنت رحت عند دكتور صاحبي، عمل لي تحاليل وقال لي ان انا عقيم ما بخلفش. انت تقصد ايه بالكلام ده؟ جايز يكون الدكتور ده اخطأ. طب بعد اذنك يا مصطفى، انا اخش اغير هدومي وانام. لما شفتها اخدت الموبايل ودخلت اوضتها مستعجلة، شكيت في الوقت ده انها تدخل تتكلم مع حد، عشان برضو مظلمهاش قلت ادخل وراها راقبها اشوفها هتتكلم مع مين. ولما دخلت وراها سمعتها بتتفق مع دكتورة وبتقول لها انا هديكوا كل الفلوس اللي انت محتاجاها، بس هتقول ان الجنين اللي في بطني يبقى ابن مصطفى. قلت لازم اروح للدكتورة واتأكد ان الكلام ده حقيقي. ولما رحت هناك في عيادة الدكتورة اعترفت بكل حاجة. هو ده كل اللي حصل. زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، وده اخر كلام عندي. حقك، انا بعتذر لك على اللي انا عملته، الغلط عندنا. اختي انا اعرف اربيها كويس، بس انا عايز اطلب منك طلب. اتفضل. يا ريت الموضوع ده يبقى بينا احنا بس. اوعدك ان محدش هيعرف حاجة عن الموضوع ده، وهكمل الاخر واكون جدع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليه يا بنتي كده؟ ليه تعملي فينا كده؟ ليه الفضايح دي؟ ليه تعملي فينا كده وتوسخي سمعتنا؟ احنا عملنا لك ايه؟ ايه اللي احنا عملناه لك نستاهل عليك كده؟ ايه اللي احنا عملناه لك؟ حرام عليكي. على العموم انا هعرف الحقيقة وساعتها انا هتصرف. هوريتش استهدى بالله يا ابني، المواضيع دي ما بتتاخدش كده. احنا هناخد اختك وجوز اختك ونروح للدكتوره ونعرف هناك الحقيقه. شايفة كده يا امي؟ ايوه يا حبيبي. حاضر يا امي. جايبيني هنا عشان تعرفوا الحقيقة؟ مكذبيني؟ كل حاجة هتبان دلوقتي، والموضوع مكشوف. وانا يعني هكدب عليكم؟ التحاليل قدام عينكم وكل حاجة باينة. ايه؟ عايزين تلبسوني؟ تشيلوني شيلة مش شيلتي؟ خلاص. حقك ماشي. وماله؟ ابنك بيتشنج عليا يا حماتي. لسانه اللي غلط بيه فيا انا هقصهوله، مش هسكت يا حماتي. ممكن بعد اذنكم تهدوا شويه؟ ان شاء الله خير. طمني يا دكتور، في ايه؟ لو سمحت اتكلم بأدب، انت بتتكلم مع دكتور محترم. التحاليل عندك في ايه؟ وصلوا الحلقة 50,000 لايك واعملوا شير عشان توصل لأكبر عدد ممكن من الناس. شجعونا ننزل التكملة في أسرع وقت، واللي ينفذ يصلي على النبي ويكتب تم في الكومنتات، ورأيكم يهمني جدا.